مشاهدينا في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها من الفضائية الارتيان، سهلها كالعادة بالعناوين. حملات توعية حول الممارسات الضارة في الإقليم الأوسط. أنشطة الحفاظ على المياه والتربة في المحافظات الشرقية لمديرية عدائية. توفر الخدمات الاجتماعية في مديرية نوفا. ردا على واشنطن، كوريا الشمالية تتعهد بتعزيز قدراتها النووية. روسيا وأوكرانيا تتبادلان 115 أسير حرب من كل جانب. ومحادثات أمريكية صينية لخفض التوتر. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. نظمت وزارتي العمل والرعاية الاجتماعية والصحة حملة توعية فيما يتعلق بالممارسات الضارة التي تسبب مشاكل صحية ونفسية للإناث، بالإضافة إلى حقوق الأطفال. وتناولت الحملة التي أقيمت في مديرية مايتمناي والتي جمعت إخصائيي الصحة ورجال الدين والأعيان آثار الممارسات الضارة وجهود المجتمع لمحاربتها. وذكرت الممرضة أبابا منقستاب والشاب محاري والدكيدان تضرر المرأة من ختان الإناث وزواج القاصرات، مؤكدان دور المجتمع الفعال في منع العادات الضارة إلى جانب فرض العقوبات القانونية ضد الجنات. وعبر مدير مديرية مايتمناي السيد سلمون هيلي في كلمته عن أمله بقيام الجميع بدورهم في التنوير وعدم السماح بممارسة العادات الضارة والتأثير الإيجابي في المجتمع هذا. وستتواصل حملات التوعية لتشمل كل المديريات في الإقليم. تجري أنشطة الحفاظ على المياه والتربة لتنمية المراعي الطبيعية في الضواحي التابعة لمديرية عدائية بالمشاركة الواسعة للمواطنين وأعضاء قوات الدفاع، بالإضافة إلى خبراء الزراعة والإداريين. وأفاد خبير الحفاظ على المياه والتربة المهندس مولجيتا فتوي ببناء 260 هكتار من المدرجات الحوضية وحواجز مائية بسعة 17376 متر مكعب، وصيانة 28 كيلومتر من الطرق الترابية في 8 ضواحي بعدائية. كما يتم تجهيز حفير لتخزين المياه في منطقة سافرة. هذا وأشاد منسق البرنامج بالمشاركة الواسعة للشعب. أشار مدير ضاحية ماريت بمديرية نوفا السيد حامد حمد إلى أن الخدمات الاجتماعية التي توفرت في الضاحية تحسن من معيشة المواطنين. ساهم توفر خدمات الصحة والتعليم والمياه الصالحة للشرب من وعي المواطنين في الاستفادة من الخدمات المقدمة. وأفاد السيد حامد بأنه تم حل مشاكل توفر المياه ببناء 7 خزانات صغيرة بتعاون الشعب والحكومة. كما جهز لهم مركز طبي ساهم في تسهيل تلقي الرعاية الصحية عامة والأمهات والحوامل خاصة. وأضاف أيضا أنه قد تم بناء مدارس المرحلة الابتدائية والمتوسطة في مناطق رورا قيح ووقريت وماريت، بالإضافة إلى تزايد أعداد الطلبة عامة وعدد الطالبات خاصة، موصيا المجتمع بالمشاركة ودعم الجهود التي تبذل في توسيع وتحسين الخدمات الاجتماعية. تقع ضاحية ماريت على بعد 25 كيلومتر من جهة غرب مدينة نوفا، كما يفوق عدد سكانها 5000 نسمة. أوصى فرع جمعية المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة في إقليم القاشبرك المجتمع لرفع الوعي في تقديم الرعاية والمساعدة للمحتاجين وتخفيف الضغوط التي يسببها التعامل اللاواعي والممارسات الضارة لدى المجتمع. وأوضح في الكلمة التي ألقاها في لقاء جمع به سكان مديرية غونيا سكرتير فرع جمعية المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة في إقليم القاشبرك الأستاذ تخلص قصص مريم، مدة تضرر صحة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة النفسية والاجتماعية جراء العزل المجتمعي الذي يتعرضون له، مذكرا الآباء بضرورة تفعيل هذه الفئة النشاطات اليومية وسط المجتمع والبيئة والسماح لهم بتلقي الرعاية الطبية.
وأضاف المدير التنفيذي لمديرية غونيا السيد يماني محاري بدوره أهمية إقامة أنشطة تركز على رفع وعي المجتمع. وطالب المواطنون في الختام تقديم دورات تدريبية وتوعية حول كيفية تقديم الرعاية باستمرار وتأهيل الآباء المعنيين. فاصل قصير مشاهدينا في كل مكان، ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. بكم على الصعيد العالمي. تعهدت كوريا الشمالية بتعزيز قدراتها النووية ردا على تقرير أفاد بأن الولايات المتحدة قامت بمراجعة خطتها الاستراتيجية النووية، وستقوم كوريا الشمالية بتعزيز قوتها الاستراتيجية بكل الطرق للسيطرة على كافة أشكال التحديات الأمنية التي قد تنتج عن خطة واشنطن المعدلة والقضاء عليها، وذلك حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز هذا الأسبوع أن خطة أمريكية وافق عليها الرئيس جو بايدن في مارس تقضي بالاستعداد لمواجهات نووية منسقة محتملة مع روسيا والصين وكوريا الشمالية. وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أن وزارة الخارجية الكورية الشمالية تعبر عن قلقها الشديد وتدين بشدة وترفض سلوك الولايات المتحدة. وأضافت أن كوريا الشمالية تعهدت بالمضي قدما في بناء قوة نووية كافية وموثوقة بما يكفي للدفاع بحزم عن سيادتها. كشفت روسيا عن صفقة تبادل مع أوكرانيا شملت 115 أسير حرب من كل جانب، موضحة أن المجندين الروس أسروا خلال الهجوم الأوكراني على منطقة كورسك الحدودية. وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أنه في ختام عملية تفاوض تمت إعادة 115 عسكريا روسيا اعتقلوا في منطقة كورسك من الأراضي الخاضعة لسيطرة نظام كييف. في المقابل تم تسليم 115 أسير حرب من القوات المسلحة الأوكرانية. وأضافت أن الجنود الروس المفرج عنهم موجودون حاليا على أراضي بيلاروس الحليفة الوثيقة لموسكو. من جهته قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عاد 115 من المدافعين عنا إلى وطنهم، هم جنود من الحرس الوطني والقوات المسلحة والبحرية وحرس الحدود الوطني. يزور جيك سوليفان مستشار الأمن القومي في إدارة الرئيس جو بايدن الصين الأسبوع المقبل في محاولة جديدة لخفض التوترات قبل أسابيع قليلة من الانتخابات الأمريكية. وتعد الزيارة للصين هي الأولى لمستشار الأمن القومي الأمريكي منذ إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما عام 2016، وتمتد من 27 إلى 29 من شهر أغسطس الحالي، حيث سيلتقي خلالها سوليفان مع رئيس السياسة الخارجية الصينية وانغ يي للمرة الخامسة. والهدف من الزيارة كما أشارت مسؤولة أمريكية للصحفيين هو تهدئة التوترات والسعي إلى حوار هادئ مع الصين. ونفت المسؤولة البارزة أي تخفيف في نهج إدارة بايدن تجاه بكين، مؤكدة أن العلاقات الثنائية تنافسية للغاية. وعلى مدى العامين الماضيين قام عدة مسؤولين كبار بإدارة بايدن بزيارة الصين في محاولة لضبط العلاقة التجارية والاقتصادية وملفات التوتر السياسي بخصوص تايوان والحروب التجارية، وكان أبرزهم وزير الخارجية أنتوني بلينكان ووزيرة الخزانة جانيت يلين. امتدت حرائق غابات في أنحاء ولاية ساو باولو أكثر ولايات البرازيل اكتظاظا بالسكان، ما استدعى إصدار أعلى درجات التحذير في 30 مدينة، في حين غطى الدخان سماء عاصمة الولاية وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. ويفاقم انخفاض الرطوبة وارتفاع الحرارة متخطية 35 درجة مئوية الظروف المواتية للحرائق في المنطقة الجنوبية الشرقية التي تعاني من الجفاف. وأنشأت حكومة ولاية ساو باولو خلية أزمة لتنسيق العمل في مكافحة الحرائق. وأكدت السلطات المحلية مقتل العاملين في مصنع في بلدية أوريبيس بشمال الولاية أثناء محاولتهما مكافحة حريق. كما تسببت النيران في اضطرابات لوسائل النقل مع انخفاض الرؤية بسبب الدخان، ما أدى إلى توقف حركة المرور كليا أو جزئيا على عشرات الطرق السريعة. نختم هذه النشرة مشاهدينا في كل مكان بالتذكير بأهم وأبرز العناوين.
حملات توعية حول الممارسات الضارة في الإقليم الأوسط. أنشطة الحفاظ على المياه والتربة في المنحدرات الشرقية لمديرية عالضايح. توفر الخدمات الاجتماعية في مديرية ناوفا. ردا على واشنطن، كوريا الشمالية تتعهد بتعزيز قدراتها النووية. روسيا وأوكرانيا تتبادلان 115 أسير حرب من كل جانب. ومحادثات أمريكية صينية لخفض التوتر. هكذا مشاهدينا في كل مكان نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات وتحيات الفريق العامل، شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.